السلام عليكم جماهير أسود الأطلس. أجواء رائعة وحماسية عاشها المنتخب المغربي في آخر حصة تدريبية استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وسط تركيز كبير من اللاعبين والطاقم التقني بقيادة محمد وهبي. منذ الدقائق الأولى بان الانسجام الكبير بين اللاعبين، خصوصا مع عودة الأجواء المرحة داخل التدريب، واللي حلت الجماهير المغربية متفائلة بالزاف قبل المباريات القادمة. الحصة التدريبية عرفت حضور أغلب النجوم، وعلى رأسهم عمران لوزة وسفيان بوفال وأيوب بوعدي، وعرفت غياب النجوم الكبار ديال المنتخب بحال حكيمي ودياز وأناحي وغيرهم بسبب التزاماتهم مع الأندية الأوروبية، والكل بان عليه الجاهزية والرغبة الكبيرة باش يقدم أفضل ما عنده بالقميص الوطني. المدرب محمد وهبي ركز بشكل كبير على الجانب التكتيكي، خاصة سرعة نقل الكرة والضغط العالي، بالإضافة لبعض التمارين البدنية الخفيفة للحفاظ على جاهزية اللاعبين بدون إرهاق. ومن أكثر اللحظات اللي شدت انتباه الجماهير هي الروح العالية بين اللاعبين والضحك المتبادل بينهم أثناء التدريب، الشيء اللي يبين بأن المجموعة متماسكة ومستعدة نفسيا لأي تحد قادم. حتى الجماهير المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت بقوة مع الصور والفيديوهات اللي نشرتها الجامعة الملكية لكرة القدم، وعبرت على ثقتها الكبيرة في المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية وتشريف الكرة المغربية عالمياً. يبقى السؤال المطروح: هل ينجح المنتخب المغربي في مواصلة التألق العالمي وتحقيق حلم الجماهير المغربية؟ إذا أعجبكم الفيديو ما تنسوش تيروا لايك واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد حول أخبار المنتخب المغربي والكرة المغربية.